السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. الحلقه دي يا رب تعجب حضراتكم قبل اي كلام. حلقتنا النهارده هتكون مع حضراتكم حلقه مميزه جدا، كنا بنتكلم عليها بقالنا اسبوعين ثلاثه، وبروموهات وناس بتتكلم عليها والفيسبوك بيتكلم عليها. ان شاء الله تعجب حضراتكم. حلقه النهارده حلقه مميزه جدا زي ما حضراتكم شايفين، يعني من الشمال الملوخيه والشوايه، ده بجد حق وحقيقي، ما هياش حاجات كده وكده يعني. والناحيه دي عندك في موز، والناحيه الثانيه عندنا في سجق وفي كبده وفي كفته. بسم الله ما شاء الله، خير ربنا النهارده كتير جدا، وبفضل ربنا وفضل حضراتكم ان شاء الله الحلقه تعجب حضراتكم. جايب النهارده عندي ضيف عزيز على حضراتكم كلكم وعلينا كلنا في مصر. الراجل ده من حبه ربه وحبب فيه خلقه، مصر كلها بتحبه وناس بتجيله من كل بلاد في كل حته. الراجل ده اشهر مشويات في الشرق الاوسط كله بدون مبالغه، هو معروف بكده، اسمه صبحي كابر. تعالوا النهارده نشوف مع حضراتكم حلقه مميزه جدا. معانا صبحي بنفسه، صبحي اللي هيبهر حضراتكم وهيتكلم على التفاصيل وهيتكلم على كل حاجه بيبيعها وهيتكلم على كل زبون بيجيله وكل طلب هو بيحبه. صبحي كابر هو الراجل اللي يعني مدوخ كل حبايبه في مصر، لان ما بيعرفوش كمان يقعدوا عنده في محله او في مكانه. هنتكلم النهارده مع حضراتكم على صبحي وعلى اكلات صبحي وعلى ما شاء الله كل مشاهدين النهار. هتشوف النهارده كل حاجه ليها علاقه بمحلات صبحي كابر بعد الفاصل. اتفضل. المية النهارده من اسكندريه مخصوص عشان خاطر صبحي كابر. سجق فظيع، ورقه الكبده، كفته طبعا لا يعلى عليها. الرز دوت بقى بص حاجه خرافه، الرز مش عايز اقول لك مربى. الملوخيه والكبده والسجق جامدين جدا. كل ما انزل القاهره لازم اكل كل الاكل اللي عنده يعني. صبحي اكل كده، عن كل حاجه عنده حلوه بصراحه. الاكل كويس جدا عند صبحي. انا واحد من الناس معايا اصدقائي بنيجي اكتر من 4 مرات في الاسبوع، ودي حقيقه، لدرجه ان احنا حسينا ان ده بيت من بيوتنا. لا تمام الحمد لله، الاكل كويس والدنيا كويسه، واحنا الناس بتجيلنا من جميع البلاد واحنا اعلى جوده هنا يعني الحمد لله. مرة تانية مع لقمة هنية ومع الحاج صبحي كابر. منورنا يا شيف، ربنا اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا، في نعمه الحمد لله. عايز اقول لك ان انت عارف بحبك انا شخصيا بخلاف الشغل وبخلاف ان انت راجل مشهور وراجل ما شاء الله عليك، اكلك زي العسل. وانا بشكرك ان انت وفيت بالدعوه ان انا طلبتك تشرفني وتنورني. ليا الشرف. بشكر كل رجالتك وكل الناس اللي معاك تنقلي لي ظفرك لحد هنا، فبشكركم جدا وانتوا تستاهلوا كل خير حبيبي يا ريس. وطبعا النهارده حلقه جميله جدا ان شاء الله. ان شاء الله. فكل المشاهدين دول يحبوا صبحي، ربنا يخليك، ويقول لك حد عندك في فريد الفرج، والناس دي كلها عايزه تشوف صبحي ذات نفسه ان شاء الله، لان بيقولوا في واحد صبحي تاني. لا يا باشا، صبحي واحد بس، هو ده صبحي كابر بتاع فريد الفرج. انا بس حبينا نتكلم من اول الكلام كده. حبيبي يا باشا. انت يعني لسه كنت بتكلم من شويه بقول من حب ربه وحبب في خلقه. الحمد لله. يمكن كنت عندك من 3 سنين او من سنتين قلت نفس الجمله دي. ايوه. لان انا يعني مقتنع بده تماما جدا، ربنا بيحبك فما شاء الله بحبب فيك الناس كلها. مطعمك على قد ما انا شفته قبل كده هو مطعم صغير، ولكن بمحبه ربنا سبحانه وتعالى ثم حبايبك وجيرانك واهل منطقتك طبعا ما شاء الله شوارع دلوقتي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يزيدك من نعيم الله. الحمد لله. انت اكيد بتعمل مشويات زي كل الناس، ما هو انت ما عندكش لحمه غريبه ولا عندك صنعه غريبه، في 500,000 كبابجي و500,000 واحد بتاع مشويات وده وده. ربنا بيديك حته صغيره جدا اللي هي طعمك او نفسك في الاكل. ده ما ينفعش اكيد حد يعرفه، لان مش بالبق، ده بالايد. فعمايلك انت اللي بتخلي الناس تجي لك مره واثنين وثلاثه، الحمد لله. وايدك انت اللي بتخلي الناس تاكل وترجع تاني وتقف بالطوابير. انت سامع زمايلنا كلهم بيقول لك ابوس ايدك مش عايزين منك حاجه، هنيجي نعمل ندفع فلوس بس تدخلنا ناكل. فما شاء الله. الحمد لله. ايه صبحي كابر وايه المطاعم وايه الفكره؟ الفكره هي اولا بدأ على الضمير،
والامانه. جميل. ان الزبون مش شايف حاجه، هو ربنا هو اللي شايف. ونعم بالله. واحنا بنتقي ربنا في شغلنا ونذبح لحم يعني معين شويه اللي هو البرقي. ايوه. وعجول من مزارعنا. أيوة. قصه كده مع ناس من مطروح. ايوه. هو ده احنا عايزين نعرفه للناس. تجيب لحمه منين؟ بنجيب لحم من مطروح. من مرسى مطروح. مرسى مطروح دخلها المزرعه عندنا 40 يوم، بطلع دوره كل يوم. 40 يوم؟ بطلع كل يوم 80 خروف منها. بسم الله ما شاء الله. وشغالين منها نذبح منها في المذبح أيوة. ونوضب اللحم قدام الناس. أيوة. زي الناس ما بتشوف، وبنظبط الدنيا. أيوة. تتبيله معينه قوي أيوة. وخلطه معينه، بس بنتقي ربنا في الطعم. في الطعم. الطعم ده بيجي من العلفه بتاعت المؤاخذه انا المرعى. مظبوط. المناخ بتاعها، الطعامه. أيوة. الحلاوه. ايوه. فهي دي سر الشغلانه كلها. كل ما يكون الخروف او البقره واكله اكل نظيف او اكل كويس، كل ما يطلع طعم كل ما حلو. يكون لحمها كويس. وهي ده التتبيله، الخلطه السريه. التتبيله بقى، تتبيلتك انت دي محدش يعرفها، ومحدش حتى لو حد حاول يعملها مش هيطلع زي بتاعتك. لا الحمد لله من عند ربنا. قول لي بقى، انت ما شاء الله خلاص احنا كده فهمنا حضرتك، انت الاساس في الموضوع ده كله تعامل ربنا كويس جدا. الضمير. الحاجه الثانيه انك تكون جايب مرعى كويسه او لحمه تكون محترمه. دايما المعروف دايما عن الموضوع الخرفان، احلى خرفان اللي هو البرقي، هو ده البرقي بتاع عرب مرسى مطروح. هو ده يا باشا. مظبوط كده؟ هو ده يا باشا. حلو قوي. حضرتك انت عندك المزرعه بتاعتك بتقني فيها كل المواشي، وبتبقى من عندك انت، ما بتجيبش حاجه من بره عشان تضمن لا الجوده. ده اول حاجه عرفناها منك. طيب الحاجه الثانيه، حضرتك بتبيع لحمه بس؟ يعني انت ممكن حد يروح عندك ياكل كيلو لحمه ياخده ويروح بيه، ولا بس انت بياخد يعني جزاره قصدي؟ جزاره وده يعني عندك ده يقول 2 كيلو لحمه 4 كيلو لحمه برضه ان انت عندك جزاره. بياخد كيلو لحمه 2 كيلو لحمه، هات 4 كيلو، هات 5 كيلو وعادي. وبنبيعها برضه بسعر حنين برضه للناس. وفي القريب انا بطبيعتي بحب الحنيه، ما بحبش. هو ده بقى انا عايز اتكلم عليه. دلوقتي كيلو الكفته وكيلو الكباب مش هنتكلم في ارقام معينه، بس احنا بنبقى عارفين كلنا كويس قوي لما نعوز نجيب اكل مشويات بنغرم شويه. ككل البيوت المصريه، مش انا او انت او اي حد. ناس كتير جدا بتقول صبحي تاكل عنده اكل حلو جدا ويبان عليك وانت قاعد وبسعر قليل جدا. سبحان الله. ايه الفكره؟ ترخص ليه في السعر مثلا، او اللي هو السعر اللي عندك في الحته دي الناس بتتكلم عليه كتير؟ هقول لساعتك هتصدقني؟ بخاف ربنا شويه في الزبون. ما شاء الله. الزبون جاي لافف حواري ولافف هنا ويستحملني، يقعد هنا ويقعد هنا ويقعد هنا، وزباين كتير والله العظيم مستحملاني. صادق. بيجوا يقعدوا على الارض ويبقى واقف بالساعه وبالاثنين مستني دوره عشان يقعد، وممكن ده ياخد منه 50 وده ياخد منه 40 عشان يقعده. بيحصل كده. بيحصل. بس انا مش قادر اسيطر على الدنيا. ما انت مش هتنفع دي نساها. اسيطر على الدنيا ان انا في المحل الجديد اظبط الزبون وراضيه. هتفتح محل جديد بامر الله. تفتح فين؟ في ساحل رود الفرج. في ساحل رود الفرج. ساحل رود الفرج. في مول مقاولين العرب. في مول مقاولين العرب. ما شاء الله. ده محل هيبقى صبحي كامل. صبحي كامل هيبقى حاجه تراث عالمي. بس القديم برضه. القديم برضه موجود. لا مش هسيبه طبعا. من اخوك الصغير دي نصيحه. انا راضي الزبون، بس انا عايز اراضي الزبون. حلو. ان احنا النعمه اللي فيها، انا اسف لسعادتك، من خير ربنا وخير الزبون. ما شاء الله. اللي انا فيه ده كله النعمه والواحد فيها العيش فيها من خير ربنا وخير الزبون. فانا عايز اعوض الزبون. واسعاري برضه هي ان شاء الله. هي. طب انا عايز بس اديك نصيحه صغيره جدا اخوك الصغير لو تقبلها مني. اتفضل. لا بلا منها طبعا. اوعى يا صبحي تقفل محلك بتاع رود الفرج. لا يا باشا، ده مصدر رزق. ده الاساس. ده الاساس. وبعدين اللي انا عارفه ان حضرتك مالكش اهل غير جيرانك واهل منطقتك. هم اخواتي كلهم، هم اهلي. قاعد معايا بقاله ساعه مثلا بره بيقول لي انا ممكن ما اشوفش حد من قرايبي قد ما اشوف حد من اهلي اللي هم قاعدين معايا في المنطقه. صبحي بسم الله ما شاء الله عليه، كل سكان منطقه رود الفرج اللي يقوم الصبح ما يلاقيش شغل يروح يشتغل عند صبحي، اللي يقوم النوم ما يلاقيش فطار يروح يفطر عند صبحي. فدي حاجه ما شاء الله عليك. اهلي كلهم اخواتي، يعني مش حد غريب. دايما اوعى تسيب اهلك وناسك. لا اهلي واخواتي زي ما تفتح والناس الخير عليا. وهنيجي وراك. لا يا باشا تنورنا. يعني هجي لك تنورنا يا باشا. ولكن دايما خليك في مكانك عشان الناس اللي هي اتعودت عليك تبقى فيها نفس وفيها مكان. ده مصدر لان العتبه دي مش بالسهل. طبعا. حلو قوي. نخش بقى على الاكل. انا النهارده هقول لك سر ما قلتلكش بقالك ساعه. اتفضل. انا قايل النهارده لمراتي في البيت ما تعملوش اكل ناكل مع صبحي. خدامه. عايز حاجه ثانيه بقى؟ خدامه. فانا هاكل. شرف ليا يا باشا. وكل اللي ورا الكاميرات والدنيا اللي انت شايفها بره دي اكيد هتاكل. الشرف ليك يا باشا. انا عايز كل حاجه هنعملها اكل طبعا بخلاف احنا بنهزر وهناكل وكل حاجه. عايزين نعرف المشاهده او ست البيت او اللي قاعد في البيت اللي بيروح لصبحي ده بياكل ايه؟ بيتعمل بطريقه ايه؟ انا عارف الخلطه دي خليها بتاعتك ومحدش يلعب فيها. عايزين نعرف الناس البساطه في الاكله اللي بتطلع طعمها حلو والناس بتحبها ايه هي؟ انت جايب بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك لك لحمه كتير، وجايب الناحيه الثانيه سجق وكلاوه وكبده ومشويات وبسم الله ما شاء الله الدنيا زي العسل. وانت مشكورا وانت قلت لي انا جاي اعمل حلقه حلوه لكل لقمه هنيه او لعلاء الشربيني وكمان مشاهدينا. طبعا. فحاجه واحنا بنعملها نتكلم عنها بسيط عشان اللي مش عارف يروح لك او شافك واللي مش قادر يشتري او ممكن يعني يبقى احنا قربنا للناس شويه، والناس زي ما انت عارف تحب اللي زينا قوي ان شاء الله اللي يحس بيهم شويه ان شاء الله. ممكن يعني حته كفته دي ساده حط عليها ايه على ايه وست البيت تعملها. خش وتوكل على الله. باذن حضرتك يا فندم. سمي بالله وخش على طول. بسم الله الرحمن الرحيم.
اشح يمكن احنا طولنا شويه في المقدمه، ولكن زي ما حضراتكم شايفين يعني صبحي راجل محترم فيستحق ان احنا نجيب سيرته ونجيب اسمه ونجيبه ويشرفنا عندنا هنا، لان طبعا ده كلام حضراتكم انتوا، احنا عملنا شبه استفتاء كده يا جماعه تحبوا مين كباتب المشهور اللي تحبوه، كلهم قالوا صبحي. طبعا كل كباتبين الموجودين كلهم انا اعرفهم كمان ناس محترمين جدا وكويسين، ولكن صبحي الفتره اللي فاتت دي بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يزيده ويزيد كل الناس يا رب. زبونه بيشكر فيه، فاحنا لازم ان احنا كمان ندوق ونعرف. فلو حضراتكم فاكرين من سنتين رحنا عند صبحي عملنا تقرير، ولكن النهارده هنعمل حلقه حلوه بقى ان شاء الله. كفته. بص يا باشا، دي لحمه مفرومه ايوه عليها نسبه بسيطه من السمين، مثلا حته دوش حته دوش معاها. حته ليا. لا اللي هتخليها تسلق على النار. حلو. حته دوش كده بسيطه كده. اللحمه مفرومه اهي على حته دوش متقلبه أيوة. اهي سعادتك زي ما احنا قلنا. معاها يعني مثلا كده خلينا نتكلم يا صبحي كده بالبلدي. اه لو انا جايب كيلو لحمه مثلا دي ضان، قد ايه لحمه حمراء وقد ايه دوش او قد ايه دهن؟ يعني اجيب نص لحمه على ربع دوش من غير دهن. حلو. الدهن بيجار في البق. بيجير في البق. في البق لكن اللي هو الدوش يمسك سنه. لكن الدوش بيسلي في البق ويدي طعم حلو. ويخليها مسكره كده. والسر بقى ان هو ده تفل بصل، مش ميه بصل. تفل البصل لما تفل. البصل تفكه. تفل. مظبوط. تفل بيتقلب التفل مثلا، نحط مثلا كده الكميه دي كده عليها كده. يعني مثلا خلينا نتكلم بالبلدي. كيلو اللحمه ياخد مثلا ربع كيلو دوش. يعني كيلو الا ربع 750 جرام. 100 جرام و100 جرام تفل بصل و100 جرام بصلتين او بصلايه ونص عشان برضه تزود معانا الكميه تبقى الحاجه ليها طعم. ولا ما نزودش بصل كتير؟ لا نزود، هو 100 جرام بس بصل كده 100 جرام بصلتين. والملح بقى طبعا براحتك خالص. خد البوله دي اشتغل فيها صبحي الكبيره دي. شفيق انت معانا يا شفيق؟ بنوضح برضه لست البيت تحب تعمل كفته صبحي ازاي. حضرتك ممكن تجيب كيلو اللحمه، كيلو الا ربع لحمه صافي وربع او 200 جرام من الدوش او الدهن اللي عند الجزار، وبصلتين مبشورين من غير ميه. الميه دي نحطها في الكباب، ناخد التفل بس ونشغله هنا. صح مظبوط كده؟ صح يا شيخ. تلميذك يا استاذ. فلفل اسود. فلفل اسود. حلو. بس كده ونقلب ملح وفلفل اسود. حلو قوي كده خلاص كده يا باشا. نقلب بقى الكفته كده، الخليط كله يتقلب على بعضه. حلو. تديش بهارات ثانيه؟ لا هو فلفل اسود. لا مفيش لا فلفل اسود بس هو اللي يظبطها. حلو. ويخلي حته الكفته ليها طعم. لان لحم بلدي معايا مش محتاج. مش محتاج حاجه. هو اللحم فيه المزازه بتاعته اللي هي الانيه بتاعته. هي دي اللي انت عايز تستعملها. جايب من عند جزار محترم عارف انا جايب من عنده. حلو. تديني الطعم البنه اللي انا عايزها. فهمت. اللي هو الطعم. فهمت. يتقلب الخليط كده، يتقلب كله على بعضه. حلو. واسف لحضرتك، دي ممكن تتعمل برده في الصينيه في الفرن. حلو. وتعمل على الفرن ما شاء الله. بس لازم نريحها بس في الثلاجه مثلا عشان تشد نص ساعه تاخد عرق بس. تمام. حطها ماشي كده. حطها زي ما انت. الثلاجه. فكره التشميع لو حضراتكم فاكرين دايما كل يوم بقولها، لما نيجي نعمل لحمه مفرومه في المفرمه او في الكبه او على ايدينا، الطبيعي ايدينا من كتر التقليب فيها سخنت، فسخونيه اللحمه دي ما ينفعش تتصبع في نفس الوقت وتتحط على الشوايه ان هتفك مننا على السيخ. فالافضل نحطها دايما في فكره الثلاجه تتشمع شويه زي البانيهات كده، هتفك كفر لو ما حطيناش في الثلاجه. لا يا فندم. بص شوف نحسها كده. بسم الله ما شاء الله كده ساعد خلاص. فيها عرق بقى الكفته معانا كده. مسكت. مزه اهي. ما خلاص بقت ماسكه. والبصل غير لونها. البصل لما بيقعد فيها الساعه دي بيغير اللون بتاعها. بيفهمها بتفتحها. بتغمق شويه. ولا بتغمق؟ بتغمق كده. تمام. عشان شايف البصل ما شاء الله فاتحه عشان كده بقول بتغمق سنه. لحمه وحبه دوش، حبه فلفل وحبه ملح وبصلايه. ونصبعها بقى كده برضه بطريقه كده. اشتغل وعيش حياتك. نبل ايدينا ميه كده. ما شاء الله. شوف الكباب بتعرفه منين؟ انا بس دي معلومه لحضراتكم طبعا. الكباب بتعرفه من السيخ بتاعه. لو صارف على السيخ كويس وجايب خامه محترمه، تعرف ان الكباب ده بيحافظ على صحه وسلامه اللي بياكله. بمعنى ايه كلام اكتر؟ السيخ ده ممكن يقف لوحده ب 50 جنيه مثلا، وفي سيخ تاني ممكن يقف لوحده ب 15 جنيه او ب 10 جنيه. ايه الفرق؟ خامات. فالخامه دي ما بتصديش كتير، الثانيه تصدي، فاللي يصدي ده يضر الاكل. انا بس بكون مع حضراتكم دايما بالمعلومات اللي اقدر اوصلها لحضراتكم. وانا غلطان يا ده الستانلس 404 كمان. ايه ستانلس؟ هو كده اعلى خامه في الستانلس 404 اعلى خامه في السيخ. من يوم واحنا فاتحين على الله وانا على الله على الرصيف برضه كان عندي نفس السيخ ده. نفس الخامه دي. لكن الخامه الثانيه لا ما تنفعش، مش حلوه. لا يعني بتنصح المشاهد لو راح عند كبابجي او اي مكان لازم السيخ غامق كده ومحروق وبتاع. لا ستانلس هو الستانلس. الستانلس نفس الخامه دي. انا نفس الخامه دي. انا الخامه دي بشتغل بيها برضه كمان. حلو جدا. طيب احنا اتكلمنا على الكفته دلوقتي، وقت الكباب او وقت حاجه كل حاجه هنتكلم عنها. دلوقتي انا شايف ان ست الهانم اللي هناك دي، ازيك يا حاجه؟ ام نوال. ام نوال ازاي؟ اخبارك ايه؟ ام نوال عامله جو جميل جدا. واستاذ اسمه ايه؟ علاء. مين؟ علاء. عشت اسامي يا عم علاء. انا شايف ان علاء ونوال دول بس بتوع ملوخيه، وموجودين هناك كمان عند صبحي في الحاره
برضه هم نفس الشكل. ام نوال دي بتقطع بتقطف الملوخيه وبتخرطها فريش، وحضراتكم تبقوا قاعدين شايفين الكلام ده، وبتخش الناحيه الثانيه عند علاء اللي هو الشاب المحترم اللي بيعمل الملوخيه ده، وبيعملها قدام حضراتكم وقت كده يعني جاهزه على طول. طيب والاستاذ اللي واقف ورا ماسك الخروف ده علي بيعمل ايه علي بقى؟ بيوضب الضاني. بيوضب الضاني. هنروح برضه انا وانت نبص كمان شويه على الضاني ونعرف ايه اخبار الدنيا فيها ايه. والاستاذ ده كان واقف الناحيه دي من شويه. اسمك ايه؟ حمدان. عم حمدان. حمدان ده شوايه يقف يشوي. شوايه وشك وكل حاجه. شوايه وشك. الراجل ده معايا مثلا 12 سنه، ناس قديمه معايا ما شاء الله. طيب انا عايز اعرف الناس ان صبحي ده يعني انت بالك قد ايه في المهنه دي؟ والله العظيم كنت شغال فين وكنت فين وبقيت ايه منين؟ انا واخدها من تحت الصفر. من تحت الصفر مش بالصفر يعني. كنت ستيور في مطعم اسمه الألف بيك في وسط البلد. كنت ستيور اللي هو بيمسح الاطباق، اغسل الاطباق وامسح الارض وسائل الدنيا، شغال ورا طباخين، اغسل لهم عده، اغسل لهم بطانه، اغسل مش عارفه ايه. حلو. كنت يتيم متربي يتيم. هم علموني، معايا حد برضه الفرج الله يرحمه، عم امين وعم مصطفى. ايوه خدوني علموني تحت ايديهم لحد ما تخش المطبخ وانت عيل صغير كده تفهم المهنه فيها ايه. من تحت الحوض، وان غلطت اتضرب واتحرق واتعلم في ايدي وكده. ايوه وخدتها من تحت الصفر. ما تفكرنيش بالايام اللي ما شفتهاش قبل كده دي. خدتها من تحت الصفر يعني بشويه كده، وطلعت واحده واتعلمت. واشتغلت في مطاعم؟ اشتغلت في مطاعم كتير قوي. لفيت يا صبحي؟ لفيت، رحت السعوديه ورحت بره مصر كمان. بره مصر رحت ليبيا. ما شاء الله. وده كانت سنه كام بقى؟ يعني انا من الثمانينات. من الثمانينات ما شاء الله. يعني انت معدي ال 30، داخل في 30 سنه اهو. لا انا 47 سنه. لا انا بتكلم على الشغل بقالك 30 سنه شغال مثلا. المحل مثلا بقاله 25 سنه. بسم الله ما شاء الله. الباترينا الصغيره هي الباترينا دي هتبقى في المزرعه ذكرى، والوجاء ده اللي ما اتغيرش، يعني الباترينا والوجاء ده الاساس. النهارده جايب لي الاساس. العده بتاعتي ده الوجاء، اول وجاء عملته في المحل. اسمه ايه؟ الوجاء. تعالى هنا عشان الكاميرا تبقى زي ما انت كده. كنت عامله والله العظيم اول وجاء عملته في المحل. اول شوايه وقفت بيها في المحل. وقفت بيها في محلك الصغير اللي كان في الفرج. تحت البيت. الباترينا دي وده. والباترينا دي دول اول اتنين حطيتهم في المزرعه عندي كده، حته كده ذكرى، هي وعجله. كنت بجيب بالعجله دي بضاعه، اروح اجيب بيها سامعين؟ يعني شرف ليا بخليهم لحد دلوقتي عندك في مزرعه المواشي بتاعتك اللي بتطلع منها حاجتك كلها. اركنهم كده ما شاء الله. ذكرى لعيالي. ده حاجتك. ما شاء الله. اول وجاء ده حلو. وانت مهما تروح في اي مكان ما تستغناش عنه. لا يعني كنت متوقع النهارده الصبح هيجيب لي شوايه مش عارفه ايه وبتاع ايه. دي اول عيد وقفت بيها، دي اول حاجه. وش سعد. وش ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. حلو قوي. طب قول لي بقى، انت بعد ما ربنا كرمك وبدات تبقى عندك مشروع لوحدك وتخص حضرتك مرور الفرج، مظبوط؟ طبعا. انا عارف بيتك. انا شفت يعني انا جيت لك قبل كده المحل، فانا شفت المنطقه هناك كلها باصه على بعضيها. فهناك الشبابيك قريبه جدا من الشارع. حضرتك كنت بتقف بقى من البيوت بينك دور ارضي؟ لا انا اول وفاتح تحت الشباك العربيه دي. هو ده اللي انا عايز اوصل له. وبدات واحده سنه. واصحابك وجيرانك بقى وحبايبك عملوا معاك ايه عشان يوصلوك اللي انت فيه ده؟ وقفوا كلهم واقفين جنب مني، يعني اهل المنطقه كلها خيرهم عليا. كلهم من كبير لصغير. خيرهم عليا، هم اللي وقفوا جنب مني وهم اللي وصلوني صبحي وبيساعدوني لحد النهارده. محبه من عند ربنا يعني. من عند ربنا ما شاء الله. كلهم بالحب وبالرضا وبالمحبه وبالخير ما شاء الله. الدنيا ماشيه الحمد لله. هو ده حب ربنا سبحانه وتعالى بقى. هو لو ربنا حب عبده يعني حابب في خلقه. انا عايز اقول لحضرتك بيجي لنا مثلا في اليوم مثلا بتاع 20,000 بني ادم. الله اكبر الله اكبر. بيخشوا سيدي فرج ويطلعوا منها، فالناس هي برضو بتقابلهم وفي حلو ما شاء الله. فالدنيا ماشيه معانا الحمد لله. انت بيجي لك يا صبحي بسم الله ما شاء الله يعني طبقات مختلفه. الحمد لله. انت بيجي لك من عند الراجل اللي هو سايق عجله للراجل اللي راكب سايق عربيه وسواق. بيجي لنا كل الطبقات احنا. وبيجي لك النجوم وبيجي لك لعيبه الكوره وبيجي لك الفنانين ومش عارف مين وبتاع وحاجات كده. التعامل واحد والله. كل واحد. الناس اللي بتقابلهم الصغير زي الكبير بتقابلهم. انا عن نفسي بقابل الناس دي كلها زي بعضها. كله زي بعض. الناس كلها عارفه كده. اهلا بيك اتفضل. ممكن بقى صنايعي عندي ولا حاجه يستنى من ده 10. انا عارف يعني ده عيب عندنا. فاهم. صنايعي يقابل مثلا ده يديله 50 ويقعد يظبطه. ما هي كل الدنيا كده. فانا بحاول. مفيش حد ما بيعملش كده، ما تفكرش ان دي حاجه غلط او حاجه بتاذيك انت، عشان انا عارف صبحي بيركز في دي قوي شويه عشان لو حد من المشاهدين سامع ما يبقاش حاسس ان صبحي مظلوم. لا، هي دي موجوده في كل حته. بتراضي الراجل اللي موجود عشان يعني تبقى في الاولويه. مش بتديله عشان يجيب له لحمه زياده. بتضايقني انا بقى والله، بتضايقني انا. بتضايقك الزبون مثلا برضو كتر خيره جاي لافف في حواري ولافف في شوارع وداخل يقعد عندنا وياخد بعرف بيها وباذي اللي بياخدها، بس بقى جوايا زعلان ومش عايز تبقى موجوده. فانا قول لي يا صبحي، حضرتك دلوقتي انت المحل بتاعك ما شاء الله عليك، لسه كنا شايفين معاكم في التقييم من شويه.
كان الاول طرقه كده انا فاكرها يعني لما جيت لك انا من فتره طويله كان في الطرقه دي جنب بيتك والمحل مفتوح كده عربيه على اول الناصيه انا بتذكر وشوايه كبيره ما شاء الله والدخله الثانيه والعيال الشباب بتوع كده موجودين وبتاع قالوا لي بسم الله ما شاء الله ركنوا بره انا كنت بركن جوه الاول وقت ركن عند كور الصناعي عند صديقتي فرنسا فرنسا دي اللي حضراتكم شفتوها اخر واحده فرنسا دي يعني من الناس الشخصيات اللي انا بعزها ده تحس ان هي وطارق صح موجود طارق موجود ما جبتش طارق معاك النهارده نجيبه معانا طارق صوته اللي هو صوته تخين شويه كده بقى عسل ده المهم فالاول ده كان مكانك قالوا لي بقى الشباب وهم لما كانوا عند حضرتك بيصوروا قالوا لي احنا ما كناش عارفين نركن بره عشان نخش جوه اصلا الدنيا اتطورت حضرتك الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك من نعيم الله يا رب قالوا لي ان حضرتك كل شارع يمين وكل شارع شمال على ما توصل للصبحي مفروش الناس بتعمل معاك ايه جيرانك؟ هل حد بيشتكي؟ هل حد بيحبوني؟ بقول لهم استحملوني لحد المحل الجديد ما يفتح يعني بقول لهم موجودين وناس راضيه يعني مستحمليني بصراحه انا يعني بقول لهم استحملوني خلاص هانت اهي انا واخد وهم بيشتغلوا معاك في منهم معانا وفي مش معانا واللي مش معاك بالحب برضه بالحب وبالادب مش حد بالادب لا بالرضا طب قول لي بقى دلوقتي حضرتك لو مثلا واحد من اهل المنطقه مثلا حب ياخد نص كفته من صبحي تعمل معاه ايه؟ بياخد نص كفته بيدفع بس السعر بتاع المنطقه لا بيدفع والله انا حنين في بيعي يعني فعادي ما بهاش حاجه لا حنين في بيعي ما شاء الله ما بدقش مع الزبون اللي معاه بيدفع معهوش بيدفعش وماشيه الدنيا وعادي والله ده سر نجاح صبحي اللي بالرضا يعني سبحان الله يعني ما شاء الله يعني بيقول لك لما يجي عندي حد ياكل ومعهوش فلوس مش عادي مش هنقطع رقبته لا وبعدين هيخش ياكل برضه راح عند صبحي او راح عند محل مشويات يا ابني كفايه انا تعبت انا مش عارف اشتغل يعني انا تعبت ريحه الكفته عامله ده الناس واقفين يعني حاجه غريبه حسام ورده بنفسه واقف بيصورنا يعني حاجه كبيره جدا يعني يعني بص ده الباشمهندس ده خطوه عزيزه يعني حبايبي يا باشا ربنا يعزك انا نسيت كنت بقول لك ايه الكفته دي نسيتني عن الناس والمنطقه والكفته ببلاش ولا بفلوس ولا بيقول لك افتكرت بيقول لك خليك يا شبيب ما تخافش بيقول لك يعني لو جه حد طبعا راح عند صبحي فاكيد هاكل ايه بقى هاخد لي مثلا نص نيفه على ربع كفته فده حسابها مثلا داخله في 100 جنيه مثلا حاجه لا حنين احنا حنينين هتلاقيه يقول له معيش فلوس فما كنت ممكن تاخد صباعين كفته وتعدي بس دخل خد بعشم عشان عارفين ان صبحي بيطلع الكلام ده ما شاء الله يعني انا مش عارف اقول لك ايه انا خايف الناس تفكرني واخد منك فلوس منك اعلان اكبر من كده انا يعني حضرتك عارفين الكلام ده كويس جدا احنا بنجيب ضيوفنا علشان خاطر هم ناس مميزين جدا وهم ناس كويسين فاحنا بنعمل لكل ضيف حقه ونديه اللي يستحق ولكن الماده دي مش ماده اعلانيه انا بس بحاول اوضح كل شيء عشان ما حدش يفكر انها عداء او النهار او لقمه هنيه واخدين اجر او دافعين اجر الموضوع ما بيننا بالمعزه صبحي مش واخد مني حاجه وانا مش واخد منه حاجه لا انا بقول كده لان ممكن حد يفكرني او العكس حبيبي ربنا يعزك طيب انا خلصنا اول طبق كفته ودردشنا وهزرنا هات يا ابني صباع من اللي واقف ده هناك ده هات يا حبيبي هات يا بابا ما تسيبنيش كده هنعمل ايه بعد الكفته دي بقى اللي انت عايزه يا شيف صباع الكفته شوف عامل ازاي لا انا اول مره في حياتك وحياتي هطلعك فاصل بمزاجي اطلع فاصل يا شفيق يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه ومع صبحي كامل منورنا صبحي ثاني مره والله طيب احنا عملنا من شويه كفته واتكلمنا عن الكفته واتكلمنا عن اللحمه واتكلمنا عن المرعى واتكلمنا على صبحي وعلى كل حاجه هتعمل لنا اكل ايه تاني بقى ايه بقى الطبق اللي جاي شويه كبده جريل كده كبده جريل انت مشهور بالكبده الجريل ام ورق ليمونيوم صح مظبوط كده تعملها ازاي وريني خش اشتغل على طول ودوقنا وفهمنا الدنيا فيها ايه الفكره في الاكل ان ناس كتير جدا بتعمل كل حاجه يعني انا شخصيا نفس الكلام ليا طعمي وده ليه طعم وكل واحد فينا ليه طعمه ولكن سبحان الله ربنا بيدي كل واحد فينا رزقه في حته معينه دي الكلاوي ده فريش كله ده فريش كده طالع حالا نفسه يا صبحي في المحل نفس المحل والله كده كله والله العظيم بينه وبين كل حاجه زي الناس ما شاء الله الناس بتشوفها على الطبيعه حتى ما شاء الله انا بشوفك وانت بتشفتي بس انا مش عايز اكون زياده عن اللزوم تكون شهادتي مجروحه لا انك انت ضيفي بعض الناس ممكن تفكر ان انا يعني بجاملك فانا بتكلم
عايز المشاهد عندي احلى مني ومنك طبعا، لان المشاهد ده هو اللي احنا شغالين عنده انا ولا حضرتك. فانا عايز اطمن الناس وعايز اخلي الناس كمان لما تروح تاكل تبقى عارفه ان السعر عامل ازاي. كان هنا. طب انا عايز اسالك سؤال بالمره كده وانت شغال اشتغل معايا. ليه الكبابيه او ليه بعض الناس بتغلي على الزبون؟ والله يا باشا بس هي مش كل يوم بناكل كباب كفته بس بيستغلوا يعني الواحد بيخاف ربنا، بس انا بخاف ربنا في الشغل يعني بخاف بس. ربنا قد والله بغلي بالجنيه جنيه ونص 2 جنيه اخرك كده اخري كده، ما بغليش اكتر من كده ما شاء الله. لان الناس مش مستحمله، هو الواحد بيراعي ربنا بس كده في طب قول لي بقى انت عندك ايه في المنيو بتاعك؟ احكي لي عن المطبخ بتاعك. كفته، عباره عن عندي ايه؟ كفته كباب نيفه ستيك مخاصي حمام كل حاجه عندنا ما شاء الله. كل حاجه موجوده عندنا. مالكش في المحاشي انت والطواجن والحاجات دي؟ عندنا طواجن، كل الطواجن عندنا. حلو. عندنا باميه متخصص دايما في المشويات والجزاره، لان دي الجزاره لعبتنا. حلو قوي. انت مشهور جدا برضو بموضوع الورقه الكبده دي. وبرضو بتعمل الستيك بتاعك بطريقه حلوه جدا. هناكل ستيك برضو النهارده؟ الستيك عندنا الستيك برضو على الفحم وبتاعه ما شاء الله، كل حاجه متظبطه يعني. طب قول لي بقى انت حطيت ايه هنا بقى؟ انا حطيت يا باشا القلب والكلاوي. قلب والكلاوي حلو. والكبده وبقلبهم اهو وحط لهم في التتبيله. تتبيلتك الخاصه دي؟ التتبيله الخاصه اهي. توم وجزر. التتبيله جواها ايه بقى؟ توم وجزر وكرفس وفلفل. كرفس وتوم وفلفل وليمون كل حاجه عليها. وبهاراتك انت تحطها من بره. بهارات عليها وتحب بهارات صبحي؟ يا باشا فلفل اسود، جوز الطيب وفلفل اسود وملح بس. يعني دي بهارات. ده جوز الطيب مطحونه. جوز الطيب ساده بس. ودي فلفل اسود ساده بس كده. انا بس براجع مع حضراتكم. وبتشوحها كلها على وزيت بس على الجريل كده وخلاص. وسنه زيت على الجريل بس. وتشوح بس كده اهي. ما شاء الله. عايز اقول لكم ان النهارده صبحي يعني كان هيلبس التيشيرت بتاع المطعم، واحنا بنغير جوه وبتاع وهو بيلبس، فهو اللي نقى وحب يلبس الجاكيت بتاعي عشان بس شرف ليا يا باشا. مكتوب عليه على HLB طبعا. شرف ليا. شرف ليا انا يا فندم والله. فانا حبيت بس اوضح. والملح يا باشا نخليه في الاخر كده بس. الملح بتخليه في الاواخر. ليه؟ عشان الكبده ما تنشفش. اخر حاجه الملح. فيها لسعه كده وبتاع. بس. وزي ما هي كده. تحب تقطع انت دايما الكبده كبيره ولا صغيره؟ لا حته كبيره طرنشات كده. طرنشات. ما شاء الله. ده بقى بتبيعه على اساس ان هو قد ايه؟ تمن ولا ربع؟ ده كده يا باشا ده كده يعني ربع وتمن. ربع وتمن. هي ورقه احنا عندنا الحاجه معروفه بالبركه. انت بتبارك فيها. ببارك فيها. اللي عند الزبون احسن من اللي عندنا والله. ما شاء الله. ولا ربنا احسن بقى. اجمل كده. ما شاء الله. بحب اراضي الزبون هو يعني خيره علينا. الزبون اللي احنا فيه النعمه احنا فيها من جابله يا اخي وقدره يجي لك تاني. انا دايما بحب المبدا ده. الزبون ده جاي لك في اخر الدنيا، ايا كان مطعمك فين او ايا كان حضرتك قاعد فين بتعمل اكل، الزبون دايما بيشق طريق ونازل هو وعياله او نازل هو واصحابه رايحين ياكلوا لقمه ويتعشوا في مكان او يقعدوا في حته. هيدفع ولكن لما الزبون يروح تحس ان هو ما تقدرش في السعر، تحس ان انت ما تقدرتش كمان في الخامه، ما تقدرتش في الخدمه، الحاجات دي كلها. ولا انت ايه رايك يا صبحي الكلام ده؟ طبعا. يعني انا واخد عيالي النهارده وخارج راح اتعشى في حته، معلش يعني انا عايز ارضيهم، ما ينفعش تعكر دم. لا طبعا. لي دمي بقى وتضايقني وتزود لي في الفلوس كتير. لا. وتقعد تقول لي لا اصل مش عارف ايه. يا باشا انا بقول لنفسي والله العظيم انا بتاع الغلابه. ايوه ما هو انت فعلا ما شاء الله عليك. انت شهرتك جايب غلابه. بنحب الراضي. ايوه هو الزبون هو اللي واللي مش غلابه بقى معاك عشان هي الغلابه دي احنا كلنا غلابه. طعم الاكله الحلوه دي لما بتكون باللمه. انا عايز اقول لكم برضو اكيد ناس كتير جدا راحت له. الاكله حلاوتها مش تقعد في المطعم بس قاعد كده في اوضه لوحدك ولا في ترابيزه لوحدك ولا ما حدش معاك. مع اللمه. الاكله اللمه دي هي اطعم حاجه في الدنيا. انا شخصيا بعشقها. اللقمه لوحدها كده ما تاكلش. لما يكون قاعد معاك واحد، يعني انا مثلا في بعض الاماكن اللي اروحها احب الاماكن الشعبيه قوي. تلاقي واحد الصبح قاعد والله العظيم قال لي اديني حته حاجه، انا مش عايز. يعني انا باكل مثلا كبده، انا واحد يقول لي مسا والله انا بكسفه باخدها. هو بيمسي عليا ليه؟ بيدوقني. هو ولا عايز مني حاجه ولا هو طالب مني شيء. بس الروح دي حلوه. ما هو احنا اتعودنا احنا كمصريين وشعبيين وولاد بلد طول عمرنا ما بنشوفش الطبخه في البيت دي لوحدنا. الطبخه دي اكيد انت كمان زي حالاتنا. طبعا كان زمان نطبخ الاكل يطبخ ويطلع فلانه تبعت لك طبق فلان تبعت لك طبق والفارغ ما يرجعش فاضي. لا يرجع مليان. هي دي احنا حياتنا كده. والله العظيم يا باشا اقول لي سعادتك علاء على طول مفيش باشا ولا سعادتك. بص يا شيف علاء
كنت في رمضان ده يعني دايما اول 15 يوم ناجزهم وانا شغال وانا صغير كده. كان النهارده فلانه تبعت لي طبق مش عارفه ايه، فلانه تبعت لي طبق اكل، فلانه تخبط على ساعه الفطار. الناس كانت فيها البساطه، الحنيه، اللي عامله كسكسي تجيب اللي مش عامله. ايوه والمحشي بيروح ما بيرجعش طبق هنا يحط شباسبوسه مطرحهم، مش الكسكسي مطرحهم، حبه رز ناشف لو ما عندهاش حاجه في البيت، حبه سوداني. الحنيه هي دي اللي احنا كمصريين، احنا شعب طيب، احلى عيشه احنا كمصريين لحد الان كلنا بنعشق الروح دي، لان هو ده طبعنا. طبعنا ان احنا كل بعض بنقدر الناس وناخد بالنا من الناس. الغشامه والطف او النشفان شويه لا. مش طبعنا ده. على كبر كده جه شويه من حبه عقليات مختلفه ممكن تكون شايفاها حاجات هايفه بتاعتنا دي، لكن انا شخصيا زي ما بقول لك كده انت بتقول هي دي الروح بتاعتنا. ايه اللي رايح فين ده جاي منين؟ لا ما تعديليش بريش كده وانا سايق واقف. يلا اشوي يا باشا، خش. دي الكبده خلاص عملتها. يا باشا بسم الله ما شاء الله. يعني لو عملت واو حاجات بالشكل ده انا ما بحبش كده. حضراتكم هتدوها او تعملوها في البيت بنفس الطريقه، كل واحد اكيد ليه غلطته، ممكن تعملوها احسن مني واحسن من صبحي. حضراتكم في البيت طبعا بالهنا والشفا لكل امهاتنا، كل الناس اللي تحب تعمل اكل في البيت، بس طعم كبده صبحي دي وهو شوحها كده ورماها ما كملتش 5 دقايق فيها طعم كويس قوي. فاتمنى حضراتكم تجربوها او تعملوها في البيت او تروحوا له او هو يروح لكم، المهم تاكلوا كبده مشويه بالهنا والشفا. طب قول لي بقى الكباب بتتبله ازاي؟ الكباب باخد ميه البصل بتاعت الكفته، الميه بحطها عليه واتبلها، الفها بيها بالفلفل الاسود وجوز الطيبه واسيبها مثلا ساعتين برضه. ساعتين. طب انا عندي سؤال كده محيرني شويه. دايما يقول لك الفرق ما بين الكباب وكباب بتتبيله البنات. جدا زي اللحمه مثلا بفتح 8 الصبح ابيت الكباب بتاعه وحاجته كلها لحد مثلا 7 8 بالليل. تقعد لها 10 ساعات. في يقول لك 5 ساعات وفي يقول 3 4 ساعات. الصح ايه في تتبيله المشويات حتى لو اللي في البيت عايزه تعملها؟ انها تتبلها اكتر ازاي؟ تبات في الثلاجه. تبات ليله وتاكل وتاكل اللحمه زي البسكويت. انا عايز اكل ولا ايه؟ زي البسكويت. انا بقول ايه يا شباب؟ انا بقول اي كلام. تاكل وتشرب في الثلاجه. تشرب تتبيلتها في الثلاجه. المرنيه بتاعها بتحط ميه البصل في قلبها وبتنقع في قلبها بالفلفل الاسود وبتاع. تاني يوم تنزلها تطلعها من الثلاجه تحطها على النار، هتلاقي اللحمه معاك فاتحه دوز بسكويت زي البسكويت بالظبط. سؤال صغير معلش، اتفضل يا باشا. البهارات بتاعه المشويات هل فقط بس لوحدها؟ بص الفلفل الاسود، بص الطيبه، الملح، بس كده. طب معلش انا معاك لحد الاخر معلش. انا عايز افيد بس اخواتنا وامهاتنا اللي بيتفرجوا علينا. العطارين كل عطار ليه خلطه وكل خلطه ليها طعم. عطار من هنا احنا عايزين نقفل الشوايه عشان نطلعها بخار كتير. ماشي يا باشا. ده احنا واخدين اوامر وتصريحات من الامن الصناعي بمدينه الانتاج عشان نشغل الحاجات دي. يعني بشكركم طبعا اكيد ان وفقتوا لنا بالحاجات دي، ولكن انت عارف ان ممنوع منع البتر الكلام ده كله. ولكن مشكورا طبعا لاداره المدينه طبعا ان هم سمحوا لنا بالشاوي والحاجات دي كلها. بشكركم طبعا شكرا جزيلا لكل اداره مدينه الانتاج الاعلامي. هرجع تاني يقول لك مثلا ايه تتبيله السجق، بهارات المشويات، بهارات الكفته، بهارات المحشي. انت رايك ايه في الكلام ده؟ ضحك على الدقون. ضحك على الدقون. ليه بقى؟ يعني انا جربت كل حاجه. جربت البهارات كل حاجه ما تلاقيش مش زي ما انت عايز. مفيش، اللي انت عايزه هو جوز الطيبه والفلفل الاسود، هي روح البهارات. روح البهارات بقى رشه ومش عارفه وايه وكلام من ده بس هو ده الموجود. حلو. طيب المشويات احنا قلنا بنتبلها بالملح والفلفل وبميه البصل وحضرتك تبيتها في البيت. ايه تاني؟ السجق عندك بتعمل فيه ايه؟ انا شايف السجق عندك بسم الله ما شاء الله. شايف السجق حاجه كده محترمه قوي. هتجيب سجق؟ يا باشا. هتدوقنا السجق؟ ايوه يا باشا. كلام جميل. طف انت في الملوخيه والتاني يفرم في الملوخيه ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. الشوايه شغاله بسم الله ما شاء الله. انا ما بحبش اقف فاضي بيني وبينكم. الواحد لما يقف يشوي له حتتين ريش كده الموضوع كده يعني عملنا كده بلقمتنا زي ما بيقولوا، ما بيبقاش الموضوع كده ايه في الهادي. فدايما المشويات دي هوايه كبيره جدا وغيه. كان زمان اهالينا او حتى مش شرط يكون اهالينا عشان احنا بتوع اكل برضه ما حدش يفهمنا غلط، الناس بتوع زمان كانوا احلى شوي تلاقيه في البلكونه يا صبحي. ايوه يا باشا. في البلكونه الراجل جايب حته اللحمه المشويه بتاعته يشويها وهو قاعد واقف كده في الفنان الحمالات. والعيال الصغيره واقفين جنب منه. كنا كده احنا زمان. وبعدين نشوي وناكل واحنا واقفين. لا كان في بطاطسيه محمره في النص.
حبه مكرونه، مش بس لحمه. لا طبعا، لا انا طبعا. بكلمك على ايام انا شخصيا كده يعني. اه ونقعد ناكل بالهنا والشفا، كانت حاجه طبيعيه. طب قول لي بقى سريع قبل ما نطلع الفاصل يا شفيق، ثانيه واحده، السجق ده حضرتك بتحشيه ايه سريعا كده قبل ما نطلع الفاصل؟ زي هي خلطه الكفته. معاك بقى. بص انا عايزك آه. تتكلم الكاميرا دي آه. وكلمهم، قول لهم انا بعمل السجق بتاع صبحي ازاي. السجق ده انا بعمل له الخلطه السريه بتاعتي. بجيب اللحمه، ال 50 كيلو لحمه بحط عليهم 30 كيلو دوش. خلينا نتكلم بالكيلو معلش عشان الستات يعني مثلا نقول مثلا ايه النص كيلو عليه ربع كيلو دوش، بفرمه مع قطايه مع بصلايه مع فلفل الوان اللي هو الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر حط له في المفرمه والشين يبقى مفروم ناعم، يبقى ناعم والشين. واحط عليه الفلفل الاسود وجوز الطيبه برده واقلبه، وسن الصلصه، صلصه طماطم واقلبه تقليبه نظيفه، وبعمله هنكات من اللي هي من الضاني ده، من الضاني، وبتحشي قدام الناس. هي حاجه الضاني منه فيه. وبنشويه مثلا كميات زي كده، ونعمله على الجريل زي الكبده على الجريل، مع بعض كله مع بعض، بصلايه وفلفل وكل حاجه، ويتقلب مع بعضه على الجريل، وننزله في ورق ألمونيا بس بقى، والنفس بتاع ربنا. هندوق بسم الله ما شاء الله. طيب احنا هنطلع فاصل، هنرجع هنقعد بقى في العبء ده شويه، نروح بقى نشوف الناس دول بيعملوا ايه. هنطلع فاصل صغير جدا، نرجع مع صبحي كابر بعد الفاصل نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. مبدئيا يعني احنا عملنا الريش وعملنا السجق وعملنا الكفته ما شاء الله، والكباب والكبده والقلب والكلاوي، سلطه طحينه. ايوه يا باشا، سلطه طحينه وسلطه خضراء. ايوه يا باشا، ومخلل وسلطه مخلل. حلو قوي. اللي على الشوايه دول ايه بقى؟ ده يا باشا كفته، ودي موز. ايه فكره الموز عندك على الشوايه؟ انت كنت سالقها من شويه وريتها لي مسلوقه. ايه بقى بتعمل فيها ايه؟ تقعد بقى تتبل بالصلصه وتنزل على الفحم. صلصتك انت مش صلصه عاديه؟ لا صلصتك، عشان بس الناس ما تعملهاش كده فتلاقيها طعمها مختلف عن كده. انت بتتبل نوع صلصه معينه وبتتبلها بتحطها على الفحم بعد ما تكون مسلوقه. بعد ما تتسلق وتنزل الفرن او تقعد مندي في الفرن، تطلع نحطها شبكه الفحم. حضرتك بتمشيها ايه؟ هل بتحطها في فكره فته؟ يعني انت ماشيها مثلا دي فتة موز ولا بس كده؟ طبعا كده بنعمله بالرز بالموزه. حلو قوي. جميل جدا. طيب انا عايز اتكلم معاك على الخروف، بدل ما نروح ممكن نتكلم من هنا. حاضر. الخروف بقى خليك زي ما انت عند الشوايه بعدين حضرتك وصبحي زي ما انت واقف نتكلم من هنا. دي النيفه. حلو. قول لي بقى انت بتطلع ايه من الخروف يا عم صبحي؟ بنطلع يا باشا الدوش ده، بنطلعه للفرن. طب ممكن بعد اذنك انت تتحرك له عشان هو يبقى باين اكتر. بنطلع يا باشا الدوش ده للفرن بالسره. الدوش بالسره ده كله ده الفرن. حلو. ما تهربتش في حاجه يعني، ما تعملش حاجه يا صبحي والله. حلو. كل ده انت بتنظف الدوش ده وبتطلع منه ده اللي بتحطه على الكفته. ده اللي على الكفته بالدوش ده. ترويق الضاني ده كله للكفته. كل الكفر ده كله بيطلعش منه ولا 8 كيلو او 7 كيلو كباب وريش بس. الخروف كله والباقي كله كفته. يعني الخروف كله طلع 7-8 كيلو كباب وريش بس، والباقي كله كفته. بعد الرقبه، بعد الزندين نيفه. الرقبه بتشغلها ايه؟ نيفه مشويه ولا مسلوقه ومشويه؟ بتسلق 3/4 سوا وتكمل انت والربع في الفرن، وحاجه بسيطه على الفحم. ما شاء الله. طيب وايه كمان بيطلع عندك من الخروف؟ الموزه اللي هي على الفحم دي. حلو. ايه تاني كده؟ دي اللوحه. بيت الزند بتعمل فيه ايه؟ يا باشا طلعنا ما شاء الله لوحه لوحدها ونجيب بعدين ساعتك الساطور براحتك خالص. احنا بنختم وهنختم دلوقتي، بس حابين ناخد منك اخر معلومه. بقى الزند كده والموزه الثانيه. ده الزند، وريني كده. ده الموزه. دي الموزه. شوف منظر الموزه عامله ازاي يا استاذ. ودي اللوحه. ودي اللوحه. زي ما انت ما تخافش. ودي اللوحه. دي الموزه ودي اللوحه. دي بتمشيها مسلوقه مشويه. ودي حضرتك بتمشيها ايه؟ مسلوقه برضه مشويه. دي ليها زبون وليها زبون. وساعات بنخليها ننزلها موزه مخليه وعادي تمشي دي وتمشي دي. الاثنين طعم واحد وقريبين منه. طب الفخذ بتمشيه ايه؟ الفخذ كله بتخلي ما عدا الموزه. بتمشيه ايه؟ صواني، طواجن. طواجن ما شاء الله. واللي هي بتطلع منها حاجه؟ اللي هي بنفرمها من ساحه على الشغل للطاسه عندنا. تديك نفس. نفس عارف المنطقه اللي احنا موجودين. الريحه صح كده؟ حلو. عادي. كان زمان اشوف الكبابير احنا عاملين حته دهنه كده ولا ليه على الشوايه عشان نعرف الناس ان انا فتحت، صح كده؟ ايوه يا باشا. صح؟ طبعا. طيب انا وقت البرنامج خلص. وانا والله كان عليا عايز اقعد معاك شويه. معاك قد ايه يا شفيق؟ ساعه؟
بسالك سؤال انت ما ردتش عليا، انت كنت سرحت ولا ايه؟ بقول لك معاك قد ايه؟ خلاص طيب، طب ما ترد يا عم، انت كنت سرحان، انت بتستخبى مني. طيب انا اتكلم على وقت او انا شخصيا عايز اقعد مع حضرتك اكتر من كده، ومش بس عشان احنا جعانين وزي ما انت شايف الامم اللي ورا الكاميرات دي، ولكن انت راجل محترم، انت شرفتنا ونورتنا، وبشكركم جدا لحضراتكم كلكم. الست اسمها ايه قلنا؟ ام نوال. ام نوال بشكرك جدا، والاستاذ علاء اللي بيعمل ملوخيه بشكرك جدا، والاستاذ حمدان بشكرك جدا، والاستاذ اللي واقف هنا موجود بشكركم، وكمان من اعمالك الناس كلها، وبنتك الاموره، بنتك اسمها كابر يا باشا. بسم الله ما شاء الله، الاموره ربنا يحفظها لك. ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. في حاجه ثانيه كنا عايزين نتكلم فيها او حاجه؟ لا يا باشا ربنا يكرمك براحتك يا باشا، ربنا يبارك لك. تمام، ربنا يبارك. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه مشويات، والعفو عليكم شباب دي. عايز اقول لكم ان في حاجات كتير بس الحب يعني ربنا يديم المحبه يا رب. كان يومنا النهارده مع حضراتكم يوم مشويات، ان شاء الله حلقات تانية زي كده بكتير جدا، وهتجيب ناس كتير جدا، اكلات شعبيه حلوه جدا، اكلات شرقيه حلوه جدا، اكلات ومطاعم محترمه، مطاعم حضراتكم بتروحوها دايما بتدوروا على سر الطبخه، على سر الطعم. هجيب لحضراتكم ان شاء الله كل المطاعم الحلوه اللي حضراتكم بتحبوها عندنا هنا في قلب لقمه هنيه في تلفزيون النهار. حلقه جديده والسلام عليكم.